السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كوزين ماما حنان. اليوم كنقترح عليكم مقبلات مغربيه اولا شلايض مغربيه كتكال اما بارده اما سخونه، وفعلا كيجيو المذاق ديالهم رائع. اذا نبداو باول نوع ان شاء الله الرحمن الرحيم، غيكون هو خيزو. عندي هنايا خيزو كتاخذوا الكميه اللي غادي تستعملوا. عندي هنا 250 غرام ديال خيزو، كيف ما شفتوا انا راه عندي ديجا طيب. اما كنسلقوه في الماء والملحه وشويه ديال السكر اولا كنفوروه، كيبقى لكم كامل الاختيار. كيف ما كتشوفوا انا عندي جوج دريسات ديال الثومه انا كنفورها مع خيزو. كتجي احسن ملي كنفوروها وعاد كنوليو نشرملو بها خيزو، ما كيبقاش داك المذاق ديالها مجهد. كيبقى لكم كامل الاختيار، اما كتستعملوها طريه اولا كديروها بحال اللي درت انا. عندي معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال الفلفله حمراء. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه كتبقى لكم كامل الاختيار، اما كنستعملوا الهريسه اولا كنستعملوا السودانيه، الفلفل الحار بودره. غادي نحتاج الربيع ديال الحامض مصير. غادي نحتاج النص ديال هاد اللب ديال الحامض مصير والقشره ديالو اللي مازال غادي نقطع. وعندي جوج معالق كبار ديال المعدنوس. بطبيعه الحال غادي نحتاجو زيت الزيتون والملح. ملي كنفورو ديك الثومه كتسهل علينا حتى التقشير ديالها، ما كتشوفوا غير كنقشروها هكا. كنقطع هاد القشره ديال الحامض حتى هي. بالنسبه للب ديال الحامض كناخذ غير النص ديالو، هانتوما كيف ما كتشوفوا قطعت غير النص اللي غادي نستعمل، والباقي غادي نخليه نحتفظ به نستعملو في حاجه اخرى. بالنسبه للقشره ديال الحامض حتفظت انا هنايا بثلاثه ديال السيور هكا، غادي نزين بهم بلاتي. كناخذ واحد المقيله درت فيها شويه ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد معها داك الثوم اللي قطعت واللب ديال الحامض. غادي ما غاديش نحرقهم بزاف، ولا غادي غير نحركهم هكا واحد شويه، كتنسم بهم الزيت شويه. وغادي نضيف خيزو ديالي. غادي نضيف الهريسه، وكنضيف الفلفله حمراء والكمون. وكنبقى كنشحر في هذا الخيزو ديالي وانا كنحرك مزيان. غير هو بالنسبه للخيزو ملي كنفوروه اولا ملي كنسلقوه ما كنطيبوش بزاف، كنخليوه شويه شاد راسو، لان مازال غادي نشحروه دابا في التوابل ديالو وغادي يكمل لينا داك الباقي ديال الطياب. وكنضيف الملح الكافي. الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي ندير ديك القشيره ديال الحامض مصير ونبقى كنشحر فيه دائما وانا كنحرك. هي من الاحسن كنحاولوا نحركوا دائما بالمقله، ما كنحركوش بلا سباتول باش ما كنضيعوش. حتى الا داز لكم خيزو في الطياب وكتبقاو كتحركوا بلا سباتول كنعجنوه، كنضيعوا له داك الشكل ديالو والمنظر ديالو. اما الا حركناه بالمقله هكا كيكون احسن وكيكون افضل. وفي الاخير كنضيف ليه المعدنوس. بمجرد ما كنضيف ليه المعدنوس كنطفي عليه البوطه باش كيحافظ لي داك المعدنوس كيبقى في اللون ديالو ما كيوليش يكحل. كنحرك واحد شويه وكنقدموه بالصحه والراحه. ودابا ندوزو باش نشوفوا النوع الثاني من المقبل اللي غادي نحضروا. النوع الثاني وهو اللوبيا الخضراء لاريكو سلقتها انا في الماء والملحه وكنسقطروها، كنديروها تحت الماء بارد باش كتحافظ لينا على اللون الاخضر ديالها. اذا عندي هنايا كيف تقريبا الكميه ديال الجزر. عندي 250 غرام ديال اللوبيا الخضراء، عندي معلقه ونص ديال المعدنوس، وغادي نحتاج بصيله صغيره مشلضه، البزار، غادي نحتاج الملحه وبطبيعه الحال زيت الزيتون. فواحد المقله درت شويه ديال زيت الزيتون وغندير هاد البصله الصغيره اللي مشلضه، غادي نديرها تشحر حتى كتذوب ليا ديك البصله وما كتبقاش باينه. عاد ممكن نضيف ليها لاريكو. كنبقاو كنحركوا بديك البصله حتى كتدبل لينا
وكنضيفوا ليها لاريكو ديالنا. كنضيف الملح الكافي، وبطبيعه الحال غادي نضيف شويه ديال البزار، وكنبقى كنشحر في هاد لاريكو ديالي ولا هاد اللوبيا الخضراء. كنبقاو كنشحروا تقريبا واحد 5 دقائق في هاد اللوبيا ديالنا، وغادي نضيف ليها دابا المعدنوس. بمجرد ما كنضيفوا المعدنوس كنحيو البوطه كيف ما قلت لكم، حتى بالنسبه للجزر باش كيحافظ لينا المعدنوس على اللون ديالو وما كيوليش كحل. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا النوع الثالث وهو مقبل الباذنجان. بالنسبه للنوع الثالث هو الدنجال غادي نقشرو، غادي نقطعو طريفات وغادي نديروه يتفور. كيبقى لكم كامل الاختيار، اما كنفوروه اولا كنشويوه فوق البوطه اولا كندخلو كنقسمو على جوج، كنقشرو بحال هذا الشكل، كنرشوه بشويه ديال زيت الزيتون، كندخلوه للفران حتى كنحسو به راه طاب راه وجد، وكنخرجوه ديك الساعات وكنديروا له الشرموله ديالو. بالنسبه ليا انا غادي نديرو يتفور، غادي نقشرو. بعد ما فورت الدنجال هانتوما كيف ما كتشوفوا، ملي كنفوروه ما كيجيش شارب لينا الماء، كيجي احسن طريقه اما كنفوروه اولا كنديروه في الفران. كيبقى لكم كامل الاختيار. عندي هنايا واحد الحبه ديال الفلفله حمراء اولا كناخذوا خضره، كيبقى لكم كامل الاختيار. وعندي وحده صغيره خضراء حاره، غادي شويتهم وقطعتهم طريفات على هذا الشكل، طريفات رقاقين بزاف. غادي نزيد نضيفهم على هذا الدنجال. عندي 2 معالق ديال المعدنوس مقطع رقيق، 3 دروز ديال الثومه، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر اولا التحميره، وعندي شويه ديال الفلفل الحار. كيبقى لكم كامل الاختيار. انا استعملت هنا الفلفل الحار على 2 ديال الطرق، الخضره اللي وريتكم مشويه وقطعتها طريفات، وشويه ديال السودانيه. عندي حبه ديال الطماطم، وغنحتاجو زيت الزيتون واحد المعلقه ديال الخل كنحتاجو حتى الاخير مجرد اضافه، وشويه ديال الملحه. بالنسبه للطماطم انا استعملت حبه وحده ديال الطماطم، حكيتها بالقشره ديالها وبالماء ديالها. كيبقى لكم كامل الاختيار. انا كنفضل شخصيا زعلوك، ملي كنديروه كنذوقوا المذاق ديال الدنجال اكثر ملي كنذوقوا ديال الطماطم، ولكن راه كيبقى لكم كامل الاختيار. اول حاجه غادي ناخذ بعدا هاد الثومه، بغيت غير نوريكم واحد الطريقه ديال الثومه. الا بغيتوها كان سبق لي وحطيتها في فيديو سابق، ولكن ما كنظنش بان الجميع راه شاف الفيديوهات ديالي كاملين، اذا نفضل انني نعاودها مره اخرى. بالنسبه للثومه الا بغيتو تقطعوها بحال نستعملوها دابا للزعلوك، غادي نديروها بحال شكل بوماد. كندير عليها شويه ديال الملحه، كناخذ واحد السكين على هذا الشكل وكنبقى كنملسها هكا كنضمنوا بان الثومه ما كتبقى ليناش طريفات باينين، ومني كناكلوا الحاجه ما كتجيش باينه نهائيا، كتكون منسمه بالثومه ولكن دوك الطرف ما كيجيوش معيقين، ما كيجيوش باينين. حسن ما كنعصروها اولا نحكوها كنديروا لها هاد الطريقه هكا. مازال غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، كنحصلوا بحال شي بومات. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما بقات ليناش دوك الطريفات كاع نهائيا باينين بحال شي بومات. ودابا غادي ندوزو باش نطيبوا الزعلوك ديالنا. فواحد المقله درت شويه ديال زيت الزيتون وغنديرها درتها الثومه، غير كنخليوها تنسم ديك الزيت شويه داك المذاق ديال الثوم، وكنضيف عليها الفلفله. كنشحروا ديك الفلافل مع الثومه مزيان تقريبا واحد 5 دقائق، وحنا كنحركوا فيها مزيان ما نخليوهاش حتى تحرق لينا دائما مع التحراك. وغادي نضيف ليها داك الطماطم،
غادي نضيف التوابل كلها، الكمون والفلفله حمراء والسودانيه الحار، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، وغادي نخلي هذا الخليط كله حتى كيبدا كيغلي مزيان. عاد غادي نضيف ليه الدنجال. كنخليو هاد المطيشه حتى كتغلي مزيان، حتى كتغلي لنا مزيان وحنا كنحركو فيها. ودابا عاد ممكن نضيف الدنجال. غادي نضيفو، غادي نبقى غير بلا سباتول هكا كنضغط عليه. غادي نضيف المعدنوس ونخليوه حتى كيتشحر مزيان، حتى داك الدنجال كله كنضغطوا عليه بلا سباتول ديالنا كيولي بلاط، كيتخلط مع ديك مطيشه وداك الفلفله دائما وحنا كنحركو. كنبقاو كنحركو بداك الزعلوك حتى كنحسو بداك الماء ديال المطيشه كله تشرب، ما بقى لينا حتى حاجه. وكنبقاو كنشوفوا شويه ديال الزيت، بقى لينا غير الدنجال وداك الفلفله والزيت كيف ما كتشوفوا عندي في الجناب هكا. بمعنى راه الدنجال ديالنا كله تشحر مزيان. وكنزيدوا عليه، كنطفيو عليه البوطه، وغادي نزيد عليه قطرات ديال الخل، وغادي نطفي البوطه وكنقدموه بالصحه والراحه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الشلايض ديالنا. بالنسبه للزعلوك كاين طرق كثيره وكاين مقادير ووصفات كثيره، تقريبا كل مدينه في المغرب عندها وصفه خاصه بها. هذا النهار انا قدمت لكم بالطريقه الخاصه ديالي، لان كانوا بزاف ديال الطلبات عليه، وخصوصا الاخت هند من امريكا اللي كانت طلبتني على مقبلات مغربيه. كنتمنى ان الوصفات بثلاثه هذا النهار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. مازال غادي نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم يوم الغد بفيديو حتى هو فيه 3 ديال الاشكال ولا 3 ديال الوصفات خاصه بمقبلات مغربيه ساخنه. ما نساوش ديروا لايك للفيديو، تنضموا للقناه ديالي باش توصلوا كل ما هو جديد مطبخي. ولا بغيتيو مزيد من وصفات المالحين وحلوين، زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك كويزين ماما حنان، وبصحه وراحه.